السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه بار كويز. التطبيق ده مساحته 12 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق امريكي، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو معاك عربية ورايح بيها اي مشوار، رايح حفلة، رايح سينما، رايح مسرح، رايح تعمل شوبينج في مول، رايح اي حاجه في مكان انت متعرفش فيه اماكن ركن العربيات، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده تعرف اماكن انتظار العربيات والجراجات. كمان بتقدر ان انت تعرف الاسعار بتاعه الجراج بالنسبه للساعه، يعني الساعه بتكون بقد ايه، وتقدر ان انت تدفع عن طريق الفيزا او الماستر كارد او عن طريق جوجل باي او اي وسيله من وسائل الدفع الالكتروني. كمان بتقدر تحصل على خصم يصل ل50% لو انت حجزت مقدما. يعني انت عارف دلوقتي ان انت رايح النهارده مثلا سينما معينه او رايح مسرح معين او رايح مكان معين، فانت بتدور على اقرب جراج ان انت تركن فيه العربيه بتاعتك. في الوقت اللي انت بتلاقي فيه الجراج بتقدر ان انت تحجز من خلال التطبيق ده وتدفع. ولما بتحجز وتدفع بتقدر تاخد خصم 50% عشان انت حاجز قبل ما تيجي. انما طبعا لو انت رحت بالعربية بتاعتك على طول هتدفع السعر بتاعك عادي جدا بدون خصم وبدون اي مميزات. ده كده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان طبعا التطبيق كله عشان في دولة امريكا كله باللغة الانجليزية، مفهوش لغة عربية ولا اي لغات اخرى. بس كده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فايده من التعديلات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.